انتهت منذ قليل مباراة النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي بفوز النادي الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف. أحرز أهداف الأهلي بيرسي تاو في الدقيقة 23 وحسين الشحات في الدقيقة 38. بيرسي تاو يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 65 ويحرز هدف الإسماعيلي الوحيد ياو أنور في الدقيقة 90. الإسماعيلي النهاردة ابتدى المباراة بشكل مفتوح قدام النادي الأهلي ومعملش حساب إن اللعيبة الصغيرة اللي بتلعب، لعيبة الإسماعيلي الصغيرين لسه مش هيعرفوا يجاروا لعيبة الأهلي اللي عندهم خبرات وعندهم لعيبة كويسة جدا زي حسين الشحات وزي إمام عاشور وزي بيرسي تاو والمهاجم الهولندي اللي لعب النهارده برضه. يعني انا مش عارف الاسماعيلي لعب ليه، فتح دفاعاته ليه في اول اللقاء ولعب بشكل هجومي، وده قدر يستغله النادي الاهلي ان يحرز هدف واثنين وثلاثة. الاسماعيلي الشوط الثاني كان احسن بكتير من الشوط الاول وقدر يكون ليه الاستحواذ بشكل كبير طول الشوط الثاني. ضيع فرص كتير من عند عبد الرحمن مجدي، محمد عبد السميع وياو انور اللي قدر انه يحرز هدف في نهاية الشوط الثاني. الاسماعيلي كان شكله النهارده كويس رغم الخسارة. يا ريت يعني المشاكل الدفاعية اللي حصلت النهارده في المباراة متحصلش المباراة اللي جاية، ويكون في كلام من المدير الفني للعيبة وانهم يخلي بالهم الماتشات الجاية هتبقى برضه ماتشات صعبة. هنشوف دلوقتي الإحصائيات بتاعت المباراة والتشكيل بتاع الفرقتين الأول، ماشي، وبعد كده نشوف إحصائيات المباراة. خليكم معايا. ده تشكيل الأهلي: محمد الشناوي حراسة المرمى، علي معلول باك شمال، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني باك يمين، حسين الشحات، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، ألو ديانج، وأنطونيو موديست وبيرسي تاو. ده تشكيل نادي الإسماعيلي: حراسة المرمى محمد فوزي، اياد العسقلاني، محمد هاشم، محمد نصر، حمد النقاز، محمد عبد السميع، وعمر الساعي، ومحمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي، وياو انور. هنا بدلاء فرقتين الاهلي والاسماعيلي. احصاءات المباراة: التسديدات للاهلي 12، الاسماعيلي 25. تسديدات على المرمى 6 الاهلي 6 الاسماعيلي. الاستحواذ 43% الاهلي و57% الاسماعيلي. التمريرات 365 الاهلي و472 الاسماعيلي. في النهاية عايز اقول ان المباراة كانت مباراة جميلة بين الفرقتين قدموا مباراة كويسة سواء الاهلي او الاسماعيلي. الاسماعيلي رغم الخسارة عمل مباراة محترمة جدا، وخصوصا في الشوط الثاني. الاهلي امام عاشور اتصاب منه في الشوط الاول، بنقول له الف سلامة. الاهلي فيه لعيبة كتير، فيه بدلاء كتير، يعني اللي عكس الاسماعيلي بيعتمد على اللعيبة القديمة مع العنصر الشباب اللي بيلعب
اللي بيلعب دلوقتي. تمام. فدي نتيجة طبيعية. آه، يعني طبيعي جدا ان خبرات الاهلي بسبب عدم خبرة لعيبة الاسماعيلي. آه، عايز اقول في الاخر هارد لك للاسماعيلي ومبروك للاهلي، واستنوني في فيديوهات جاية ان شاء الله. شكرا.